كلكم مظالم، كلكم يا ابويا كنت منعتني. ما هو ابوك لو كان منعك اصلا كنت قلت له ده انا هموت نفسي لو ما اتجوزتوش. انتوا اصلا ما حدش بيقدر عليكم. اول ما الترند طلع اللي هو اصلا بقى له فتره، اول ما طلع وكلكم دخلتوا المستشفى وجوزك ضربك وتنشروا المحاميه اتطلقت تقول لك الحمد لله اتطلقت، واللي طلعتي ابنك بيه. طب انتوا ما حدش فيكم ظلم؟ مين فيكم اللي بيلجأ للمحكمه؟ مش انتوا اللي لجأتوا للمحكمه؟ ما جبتوش قصه الراجل عمل ايه يعني انتوا ممكن تكونوا عملتوا ايه في الراجل؟ طب ما قلتوش مثلا واحده طالعه تقول لك اصل بقى بعد 4 ايام انا سبت البيت ومشيت عشان هو ضربني. طب بعد 4 ايام الشاب اللي مجهز وعامل ودافع دم قلبه وجايب كل الحاجات دي متجوزك عشان بعد 4 ايام يضربك وتمشي؟ ولا انت ممكن اللي تبقى عامله الفيلم ده كله عشان تاخدي كل الكلام ده بالقانون؟ ما تفهمونا بس، انتوا طالعين كلكم مظالم. يعني حاجه غريبه والله. انا محامي وعارف ان في احيانا كتير بيبقى الست مظلومه، بس مش للدرجه دي. الموضوع يبقى بالعقل. يعني هتروحوا من ربنا فين؟ اما تيجوا تعرضوا حاجه اعرضوا الحقيقه. والله انا متاكد ان احنا لو جبنا الترندات دي ودورنا على ازواجهم والله العظيم الناس تعيط على كلام الازواج مش على اللي انتوا عاملينه. اتقوا ربنا.